وتتوالى الأحداث يوم بعد يوم. مشاعرنا بتتغير، أخلاقنا بتتغير. وقفت كتير أفكر في اللي وصلنا له، إيه اللي نقدر نقدمه لمجتمعنا، إزاي نظهر الحقائق، إزاي نوقف الإشاعات، إزاي نعرض كل ما هو جديد عشان نستفيد منه، إزاي نساعد في نقل الصورة، إزاي نساعد في نقل الصورة كاملة من قلب الحدث. في الشباب عقل وفكر جديد، إزاي ننميه ونطوره. في المرأة عطاء وإرادة، إزاي نستثمرها. في الرجل قوة وحكمة، إزاي نستفيد منها. في الأطفال أمل وحياة، إزاي نبنيها لهم. قررت أعمل مزج بين رؤيتي ورؤى نماذج كتير بنتعامل معاها في حياتنا، الطالب والعامل والمعيلة وذو القدرات الخاصة. اكتشفت ان جوانا طاقة ايجابية كبيرة جدا رغم اي ظروف بنمر بيها. اكتشفت ان كل محنة بتمر علينا بتحولنا لأقوى مما كنا. عشان كده اخترت اكون بينكم، انقل لكم كل حاجة بتحصل، نفرح بانجازاتنا ونطور من ادائنا عشان احنا نستاهل نكون في افضل حال. محمد غبارة، ميديا مصر. أعزائي المشاهدين ميديا مصر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ميديا مصر. ومع أولى فقراتنا مع مدينتي للأستاذ جمال أنور. نروح الفقرة ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج ميديا مصر وفقرتي مدينتي من مدينة برج العرب الجديدة. استمرارنا لرصد السلبيات والإيجابيات داخل مدينة برج العرب، بالأخص الحي الثاني. اتكلمنا عن مشاكل كتير، ولكن لقينا أن من أهم المشاكل هي الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي دي مشكلة كل بيت في مدينة برج العرب، بالأخص الحي الثاني والثالث وبقية الأحياء، يعني يعتبر مش موجودة غير في الحي الأول. المشكلة ديت يعني الأرياف النهاردة داخلها غاز طبيعي. ليه لحد النهارده مفيش غاز طبيعي دخل الاحياء؟ احنا مدينه جديده، مدينه متقدمه، مدينه جميله من اجمل المدن، ازاي لحد النهارده ما فيهاش غاز طبيعي؟ المشكله دي لازم نشوف لها حل، وان شاء الله الاسبوع القادم يكون معانا رد من الساده المسؤولين على مشكله الغاز الطبيعي. مشكله المحلات الثلاثيه، المحلات الثلاثيه في فعلا في الحي الثاني محلات شغاله ومحلات لا، ومحلات تحت التجهيز، وان شاء الله هتشوفوا فيديو لمحل تحت التجهيز. يا رب المحلات الثلاثيه كلها تشتغل عشان تخدم المناطق المحيطه بها كلها. فاصل نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. عندنا مشكله الوحده الصحيه. لو حضرتك عندك مشكلة في الكادر الطبي ومش قادر تشغل الوحدة الصحية، ليه ما نطرحهاش للإيجار حق انتفاع؟ ليه ما فيش مجموعة دكاترة يجوا مع بعض ياخدوا الوحدة الصحية دي يشغلوها عيادات، يبقى فيها ولادة، يبقى فيها نساء، يبقى فيها أطفال، يبقى فيها عظام، يبقى فيها جراحة، يبقى فيها كل الإمكانيات. هتشغل المكان، يعني الناس هتبقى مبسوطة بحاجة زي دي. ليه ما نطرحهاش إن هي تبقى إيجار 5 سنين 7 سنين 10 سنين لحد ما المكان يعمر، وبعد كده وفر لها كادر طبي من عندك وشغلها. دي نقطة. النقطة الثانية، ليه ما نعرضش الوحدة الصحية ديت على مستشفيات كبيرة في اسكندرية؟ يعني بدل ما احنا بننزل اسكندرية نكشف عند دكاترة كبيرة، ليه ما نجيبش الدكاترة دي هنا؟ يعني ما نروحش مثلا زي مستشفى العصفرة، أندلسية سموحة، أي مستشفيات من المستشفيات الكبيرة ديت، نجيبها نعرض عليها الوحدتين الصحية، الوحدة الصحية اللي في الحي الثاني والوحدة الصحية اللي في الحي الثالث. ليه ما ياخدوش يشغلوا الحاجتين دول؟ هيعمل كثافه سكانيه، الناس هتيجي تسكن في المكان، حتى اللي هيجي يكشف في المكان هيسال ايه المكان ده، يدور انه يشتري فيه او يأجر فيه او يسكن فيه. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. عندنا الحضانه.
او الحضانات، اي حضانه موجوده في الحي التاني. الحضانات مش شغاله دلوقتي، الحضانه يعني بتشتغل ب2 مدرسين، بعامله، بحاجات بسيطه جدا. ليه مش مشغل الحضانات؟ الحضانات هتعمل جذب للسكان، هتعمل انتعاش للمكان. لو برضو حضرتك مش قادر توفر مدرسين للحضانه او عمال للحضانه، اعرضها للايجار، يعني شغل المكان، ما تسيبوش مقفول. نستفاد احنا كسكان وحضرتك تستفيد، وكل الناس المحيطه بالمكان تستفيد. يبقى اعرضها للايجار، هيجي اي حد. وطبعا لازم أن يكون في شروط للي هيأجر، يكون عنده درايه بالموضوع، يكون عنده خبره، يكون دارس الموضوع بتاع الحضانه. مش هتديها لاي حد، مش هتأجرها لاي حد، هيكون حد من المختصين بتشغيل الحضانات هياخدها ويأجرها زي ما قلت 5 سنين 7 سنين 10 سنين، لما المكان يمتلي سكان. وبعد كده خد الحضانه بتاعتك وخد الشروط اللي انت عايزها كمحافظه على المكان. يعني شرط جزائي، اي حاجه، ان المكان زي ما سلمته زي ما تستلمه، بس ما تسيبش الحاجه ما اشتغلتش، ما تسيبش المكان ما اشتغلش، سواء حضانه او الوحده الصحيه. يعني ولازم نركز على الوحده الصحيه، لازم نركز على المستشفيات. اعرضها للايجار. انا سامع ان انت حضرتك كنتوا عارضينها مره للايجار، اعرضها تاني. يعني كثف العرض، ما بقاش لوحه كده في الشارع انا عارض الوحده الصحيه للايجار، لا، انشر العرض، انشر المستشفيات الكبيره. نبعت للمستشفيات الكبيره في اسكندريه، عندنا وحدتين صحيه عايزين يتاجروا، تعالوا خدوهم وسهلوا لهم موضوع التراخيص، بحيث الحاجات دي تشتغل وتبقى كويسه جدا وتفيد المكان لازما خدماته تشتغل عشان الناس تيجي تسكن. المدرسه اللي في الحي الثاني ودي جاري تشطيبها، وبنتمنى احنا والسكان وكل الناس في المكان ان المدرسه دي تشتغل العام القادم ان شاء الله، بعد ان شاء الله يا رب العالمين زوال الفيروس الموجود حاليا في البلد باذن الله. يعني يا ريت نكثف شغل في المدرسه عشان تكون جاهزه وتقل الكثافه في الفصول عن باقي المدارس الموجوده في مدينه برج العرب. بالنسبه للمواصلات، الاتوبيسات مواعيدها مش منتظمه، وساعات بتيجي وساعات لا. يا ريت يبقى في رقابه على الاتوبيسات، او ارقام تليفونات. يا جماعه اهم حاجه ارقام تليفونات للشكاوي. انا لازم يعني اعرف مين المسؤول عشان اكلمه. اشتكي عربيه الغاز ما جاتش، اتصل اشتكي ما جاتش ليه. الاتوبيس ما جاش، اتصل اشتكي ما جاش ليه. لازم أن يكون في ارقام للشكاوي للناس. ثانيا المظلات، يا ريت اداره تنميه برج العرب تلف على المظلات اللي موجوده في الحي الثاني والثالث بالكامل، وتشوف سواء هتاخد ميزانيه من مجلس الامناء، هتاخد ميزانيه من الجهاز، وتعمل مظلات جديده. الناس بتقف في الشمس، الناس بتقف في المطر، بتعاني. يعني يا ريت احنا ساعات الانتظار بتبقى طويله، اللي بيقعد ربع ساعه وثلث ساعه واقف في الشمس مستني الاتوبيس يجي، وساعات الاتوبيس ما يجيش. فلازم نوفر له على الاقل مظله. المظله مش انت يعني الحي كله ما فيهوش 5 مظلات على بعض، يعني مش الموضوع مش كبير. فيا ريت الساده المسؤولين اداره تنميه برج العرب يلفوا على الحي الثاني والثالث ويغيروا كل المظلات اللي هناك، اللي هي عباره عن قوايم حديد بس، يعملوا المظلات بتاعتها علشان تكون حاجه للناس يستنوا فيها المواصلات، ودي اقل حاجه نقدمها للناس. ان شاء الله يكون معنا في الحلقه القادمه مسؤول من جهاز مدينه برج العرب علشان يرد على كل التساؤلات بتاع الناس وكل المشاكل اللي موجوده في الحي الثاني والثالث. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وعلى موعد في لقاء اخر باذن الله. كان معكم جمال محمد انور من برنامج ميديا مصر وفقرتي مدينتي. أعزائي مشاهدي ميديا مصر في كل مكان، معانا النهارده من داخل مدينة برج العرب معرض للطوب الفرعوني، ومعانا صاحب المعرض الأستاذ محمود صلاح. هنتعرف معاه على كل حاجة بتخص المعرض، وهو صاحب معرض البرج للتوريد وتركيب الحجر الفرعوني والهاشمي وجميع أنواع الحجر الطبيعي. وهنسأله دلوقتي، هو معانا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كلمنا عن نشاط المعرض أكتر. والله ان شاء الله رب العالمين رحب بالساده المشاهدين. الاول انا بالنسبه عندي في المعرض جميع انواع الحجر الطبيعي، بيع وشراء وتركيب وتوريد وكل حاجه، يعني جميع الانواع. طيب المشاهدين يحبوا يعرفوا ايه الفرق بين الطوب الحراري والطوب الطبيعي والهاشمي؟ والله بالنسبه للطوب الحراري، الطوب الحراري ده مصنع. بالنسبه للطوب الهاشمي والطوب المايكي وده حجر طبيعي، جبال ربنا جبال كده تلاقي كتل في الجبال كده على بعضيها، ربنا مسخره، هي تبقى جبال حجر طبيعي، ما فيش اي تدخيل صناعه فيها. تمام. دي طبيعيه. طب حضرتك تفضل انهي انواع الحجر؟ والله انا بالنسبه هنا لجميع انواع الحجر كويس، هي اذواق.
لكن بالنسبه للحجر اللي انا شخصيا افضله، بالنسبه للحجر اللي هو الحجر الهشمي الهيصم، تمام. والحجر المايكا، الطوب الرملي، برضه انواع جميله برضه طيب بتدي بس مناظر جميله للشغل. تمام. في سؤال نحب نساله كده، اكيد المشاهدين يحبوا يسالوه، هو الاسعار الطوب ده بيبقى بالمتر ولا بيبقى بالطوبه ولا ايه الاسعار بتاعته؟ لا، هو بالنسبه للطوب الحراري ده بيبقى بالطوبه، انما بالنسبه للحجر الهاشمي ده بيبقى بالمتر. تمام. طيب ايه الاسعار حضرتك عندك؟ الاسعار اخبارها والله ايه؟ بالنسبه للاسعار، الاسعار بتختلف من حاجه لحاجه، مفيش اسعار بالنسبه للطوب الهشمي بالظبط، مفيش اسعار محدد. في حاجه على حسب الشغل اللي قدامي، على حسب التصميم الفيلا اللي قدامي، على حسب تاسيس المبنى اللي قدامي. طيب عايزين نعرف حضرتك بتصنع الطوب ولا حضرتك بتستورده ولا والله في إيه؟ حاجات بنصنعها وفي حاجات بنستوردها وفي حاجات بنجيبها مثلا من محافظات تانية. طب حضرتك بتبيع الطوب ده وبس ولا حضرتك بتركب عندك شغل لا يعني؟ لا، احنا حضرتك عندنا التوريد وتركيب كل حاجه. كل حاجة، شامل كل حاجة. عايز بيع بس بيع موجود، توريد بس توريد موجود، توريد تركيب موجود، كله موجود. تمام. طيب احنا طبعا هنشوف الشغل ده على الطبيعه دلوقتي، وهنتفرج عليه طبعا على الشغل على الطبيعه، وهنشوف ايه رايكم وتقولوا لنا بقى ايه رايكم معانا ان شاء الله في تعليقات. تحب تزود اي حاجه تاني؟ والله انا بنصح الساده المشاهدين بالنسبه بالنسبه هنا كمان لمدينه برج العرب، لان الرطوبه فيها عاليه، انصحهم ان هم بالنسبه للطوب الفرعوني تبقى دي حاجه اساسيه. دلوقتي هم كل الاغلبيه هنا بيعمل الطوب الفرعوني والهشم والحاجات دي مش اساسي، لكن تيجي سنه 2 3 تبص تلاقي المحاره الدهان الكلام ده كله قشر طلع من المحاره الرطوبه كلته. انما بالنسبه للحجر، انا بالنسبه انا المعرض دي اقضي ضمان اقل حاجه 50 سنه قدام، لان مفيش حاجه تحصل فيه. تمام. وحضرتك بتفضل يعني ان احنا نركب الطوب الحراري؟ طبعا الطوب الفرعوني الهشم اي انواع. طب ده ليه فايده على المبنى نفسه؟ طبعا ايه فايدته على المبنى؟ دي حمايه، لان شوف معلش دي حمايه للمبنى كامل، ده طوب طبيعي ما يتاثرش بالعوامل الجويه، لا رطوبه ولا الحراره. وحاجه كمان يعني بالنسبه في الشمس يرطب لك الداخل، في الشتاء يدفي في الداخل برضه، يعني بيدي حاجه يعني، وكمان لمسه جماليه للمبنى. تمام. طيب تمام، شكرا. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا فقرات تانية جميلة للأستاذ الفنان النجم الجميل إبراهيم الملاح، وفقرة شعر، فقرة مع الشاعر السكندري أحمد الجزار. نروح الفقرة ونرجع لكم تاني.
أعزائي مشاهدي برنامج ميديا مصر، أهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. على تردد 12562 نلتقي مع حلقة جديدة في أيام مجيدة. مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله. وفي هذه الأيام المباركة ونحن نقترب وبيننا وبين شهر الصوم أيام قليلة وسويعات معدودة، ألتقي بشاعر سكندري محبوب سمعته فأردت أن تسمعه مصر. الشاعر الشاب الأستاذ أحمد الجزار، أهلا وسهلا بحضرتك في لقائنا النهارده. وفي هذه المناسبة اسمح لي أقول لك تعالى خد حبة. هنا لازم البرنامج يبقى شغال كده. عندنا الأستاذة هدى غالي مديرة العلاقات العامة مفلسينها على السبرتو، مش لاقيين نشربوه بالرشوه. حضرتك قلت لي انك انت عامل مفاجاه بتهديها لبرنامج ميديا مصر، وانا عايزك تهدي لمستمعين مصر كلهم الهديه بتاعت حضرتك. اولا حضرتك انا بشكر حضرتك جدا اللي التقيت بحضرتك النهارده، وهي قصيده يعني مسماها فيروس ملعون، بتدور حوالين الاحداث اللي احنا فيها حاليا. فيروس ملعون. انت طبعا راجل تجاري وعارف يعني ايه التجاريين، بيبقوا لهم حسابات كده هو مجال المقاولات فعلا حاطط فيها الحسابات بتاعتك يعني. اكيد. طيب حضرتك تبص للكاميرا كده وتقول للاستاذ ايهاب صورني واقرا لنا، قول براحتك ومتعنا. فيروس ملعون. ايه يا كورونا؟ ايه؟ ملك فزع العالم ليه؟ ايه يا فيروس متخطط ليه؟ ايه يا فيروس ملعون مش شايفك؟ راعب الكل معالم عارفك، ولا يعرفوا تكوينك ايه؟ طب ايه؟ وانا لقبتك بالسفاح، ولا لاقيل لك حتى لقاح، بس انا راح اقاومك بسلاح، صدقني مالك قدرة عليه. عايز تعرف اقصد ايه؟ انا مؤمن وسلاحي اسلامي، وطهارتي لصلاتي حمياني. انا مصري. الله. انا مصري. الله. ورئيسي اواني. الله. عن شغلي حتى ما خلاني. الله. وجهني اتعامل ازاي في الشده والله من اساني. وانت يا كورونا يا ملعونه بتعزلي في العالم ليه؟ خدت الشهره وعامله الضجه وتصدرت المشهد ليه؟ منك يا كورونا ملعونه، عن ناسنا واهلنا منعونا، بعد ما كنا كتير مع بعض بكلم جاري من البلكونه. موت اصابات ولا ما خليتي، يخرب بيتك ليه اللي نجيتي؟ خدت الشهره وعامله الضجه وتصدرت المشهد ليه؟ طب ايه؟ بس غريبه الدول العظمى سبقوا الزمن عبر سنين، اللي اخترعوا التكنولوجيا وتحدوا العلم بعلمين، في التصنيف دايما في الاول والعلم العرب ناكرين، اما اتحطوا في موقف صعب فيه الموت بالملايين، اخيرا رجعوا لصوابهم. وخليكوا على كلامي شاهدين، بيعالجوا الفيروس بعلاج عالج بيه المصريين. الله. وانا فخور بيك يا بلدي، دايما في الازمات بتعدي، دي فيها تاريخ سجل يا زمان، علشان يعرف بنتي وولدي ان بلادي حاميها الله، ودايما في الازمات بتعدي. الله 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 الله. انا احييك وسعيد جدا بيك. وهذه رساله من شاب مصري. هذا الشاب المصري يؤيد رئيسه الامين على سله طعام الارض مصر التي تطعم العالم الان. مصر الان تطعم العالم. جه علينا وقت يا استاذ احمد كنا بنقوله ايه دخل الضابط في مزرعه السمك ويقف يعمل في الغيط ويقف يزرع مانجا ويقف يطلع بطاطس ويعمل كوسه. مصر بتطعم العالم الان. وانت قلت انا فخور برئيسي، انا كمان فخور برئيسي، واتمنى ان القصيده دي تجد رد فعل وصدى في اداره من الادارات اللي ببالي هقول لك عليها بعدين، ان تكون دي الشباب يرددها وتاخد شكل ملحمي. انا سعيد جدا بحضرتك وبقول لك ان ربنا يكتر من امثالك. ربنا يخليك يا فندم، انا اللي سعيد بالقائمه مع حضرتك. حضرتك هتقول حاجه زيها ولا حاجه مختلفه دلوقتي؟ يعني عمودي، شعر عمودي، اللغه العربيه الفصحى. انا بصراحه فرحان بيك قوي. تاخد كام مره؟ لا. طب يلا بينا حبيبي. هي اسمها غابت.
غابت. في حد غاب عني يعني. لا انت كده بتحب بقى، وهنتصل نقول بلغ عنك في البيت والموضوع جامد. لا يؤنس الروح إلا روح تألفها، ولا تنضج ورود إلا براعيها. الله. وأنا غابت عن روحي روح تألفها، ورودي ما تفتح إن غاب راعيها. وها روحي هانت على آلفها، وجنائني أصبحت لا ورود فيها. أنا وإن غبت عني حائر، زاد الجفا منك ونفسك تعاليها. واعد فراقك يؤلمني ويمرضني، هانت عليك نفسا أنت بداويها. بعرف زعلتك لكن غصب عني، صدقني غلطة مالي ذنب فيها. لا تلوم عليا أنا ما خطأت، لومي على من خاب تصرفيها. ليه عقابك يكون البعد عني، وليه روح تحبك تقاسي عليها. سهرك يحاول يخفف عليا، لكن حبيبي انت الدنيا وما فيها. فيك حتة بدوي؟ لا مش بالظبط. او في اختلاط عربي او رسم او حاجة كده؟ لا هو انا كاتبها بطريقة يعني من البيئة نفسها. تمام. انت عايز تجيب لنا حد يضربنا بالنار وانت لا يا فندم مش الدرجات. خلينا في كورونا. عاجبني جدا الجانب الوطني اللي انت قلته في العامية. يا ريت تقول لنا كمان حاجة من الجانب الوطني بتاعك اللي انت بتقوله بلغة المستمع العادي. خلي بالك المستمع العادي والبسيط ده اللي السيدة أم كلثوم نصحت فيه أمير الشعراء أحمد شوقي وقالت له أنت بتكتب للخاصة، هيفضلوا هم بس اللي يعرفوك والخاصة أقل من العامة، اكتب باللغة العامية. أم كلثوم وجهت أحمد شوقي، فلما كتب أحمد شوقي باللغة العامية انتشر أكتر. لكن الأول كان بيكتب للصالونات. لكن أنا عايزك تقول لنا حاجة برضو. أنا متأكد إن القصيدة بتاعت كورونا اللي أنت قلتها دي هتجد صدى، وأتعشم إن أنا أكون أول حد بشرك بيها. شكرا. هي في حاجة تانية باللغة العامية برضو اسمها الفراق. قول. كنت ليا نجمة سطعة بتنور عتمة سنين، وكان في ليلي 1000 نجمة نظرة مني لأي عين. كانت تجيني طايرة ركعة وأخيرا أؤمر يا زين. كنت أقول لهم حبيبي جوا نبضي ومالي عين، يرجعوا كسرين خواطر ما احنا بينا عهد متين. أما عني كنت أصونك أبقى أكون أخلصت زين. كنت أسيبك حرة واثق ولا كنت فين ولا رايحة فين. صحيح عمرك ما خنتي، صحيح عقلك رزين. كنت تمشي كله يركن رتبة ماشية بنجمتين. كنت أشوفك قلبي يرجل، يا هل ده شوق أو حنين. فجأة طارت الأماني والليالي الدفيانين. بعد ما كنا في طريقنا أصبح طريقنا بشعبتين. انت رحت على الشمال وأنا رحت على اليمين. قلت يمكن في لقاء ويكون طريقنا بناحيتين. فافتكرت إن الفراق أصبح موضة السنين. انت فعلا واحدة قاسية ولا ده عجاف سنين. لو تهون عليك مرة في يوم في شهر أو عامين، صدقيني لسه ثابت أرض صلبة وسور متين. ما انت عارفة عظمي ناشف قلبي جامد ودرزين. صدقي ولا ما فارقة وانت عارفة أنا أبقى مين. وعشان ما أكونش معاك ظالم احنا الاتنين غلطانين. هم دول شبابك يا مصر، وهم دول ولاد مصر، هم دول فخر الوطن. إن هو بيعبر عن إحساسه في الحب، في الطب، في العلم، في الحرب، في السلم. بيقول إحساسه اللي بيفيد مش إحساسه اللي بيضر. أنا نفسي أختم الحلقة وأعيد اللي أنت قلته في الأول، لكن أتمنى إنك تعيد أجمل مقطع قلته في بتاعة كورونا عشان تبقى العلامة بتاعتنا اللي بنفكر بيها الناس اللي أنا في بالي دلوقتي إنهم يشوفوك ويقولوا لك إحنا عايزين نعملها. تمام يا فندم. فيروس ملعون. أيوة. هو ملعون فعلا. هتقول له من أول إيه؟ مثلا ممكن أقول ماشي. أنت خضتني ساعة ما قلت أنا مصري. طيب هي ممكن أنا أجيبها بس إيه، أنا من أول أنا راح أقاومك بسلاح عشان تظبط. حاضر. تمام. بس أنا راح أقاومك بسلاح صدقني مالك قدرة عليه. عايز تعرف أقصد إيه؟ أنا مؤمن وسلاحي إسلامي وطهارتي لصلاة حمياني. أنا مصري. الله. أنا مصري. مصر قبل ورئيسي أواني. الله. عن شغلي حتى ما خلاني وجهني أتعامل إزاي في الشدة والله ما نساني. يا سيادة الرئيس، ادي شباب مصر بيشيدوا بأفعالك. العالم مش هيعمل اللي عمله
القائد عبد الفتاح السيسي. عاشت مصر وعاش رجال مصر الأوفياء، جيش مصر وعاشت شرطة مصر، إنهم أبناء مصر. مصر تحيا مصر. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا أول حلقات حكاية اليوم لأول مرة، ومعنا زميلتنا أسماء يوسف استشاري أسر وتربية، وزميلتنا شيرين محمد، وحنين البدوي اللي هو أنا طبعا. ونروح الفقرة ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين ميديا مصر في كل مكان، معاكم أولى فقراتنا فقرة حكاية اليوم. معانا ومعاكم الأستاذة أسماء يوسف استشاري أسري وتربوي، ومعانا الأستاذة الإعلامية حنين بدوي. ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة أسماء، ونحب نسألك إيه هو مفهوم السعادة في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها في هذه الأيام؟ بصي، هو انا هقول لحضرتك حاجه. دلوقتي طبعا احنا معروف ان احنا شعب دمه خفيف جدا، وبنحب الضحك وبنحب الهزار. بس هل هي السعاده في الضحك والهزار؟ طبعا في الوقت اللي احنا فيه وفيروس كورونا اللي مسبب رعب في كل بيت والضغوط الاجتماعيه، ما بقيناش ان احنا بنحس بالسعاده دي. طب تعالى الاول نسال نفسنا، هو ايه السعاده؟ طب ايه الفرق ما بين السعاده والبهجه؟ طبعا في فرق كبير ما بين الاثنين. طب الحاجه اللي بتسعدني ممكن تسعدك؟ لا طب ممكن تسعد حنين؟ أكيد لا. يبقى احنا لازم نتفق ان هي شيء مختلف ما بيننا وما بين بعض. صحيح. طب احنا ايه اللي بيساعدنا؟ حاجات كتير ممكن تساعدنا، يعني ايه اللي ممكن تعمليه بتحسي ان بالسعاده؟ زي مثلا حب الناس لينا، حب الدعوات لمامتنا وبابانا. في ناس بتلاقي نفسها في الاعمال الخيريه، لما بتحس ان بتحقق النجاح ده بتحس ان هي بالسعاده. في ناس بالصلاه والعباده، في ناس مثلا ممكن لا انا بحب اكل، في ناس باكل شوكولاته بالظبط، او باكل شوكولاته معينه يعني بيحسسني بالسعاده. وصلي يبقى تعالى بالظبط، ونسبتها مختلفه ما بين صحيح. كل واحد والتاني. طيب احنا عايزين بقى يعني انا هحكي لكم حكايه كده صغيره عشان نفهم يعني ايه بنختلف في السعاده ما بيننا وما بين بعض، او ان انا ما ينفعش اقدر سعاده الانسان اللي قدامي. ممكن اكون شايف انسان سعيد جدا ومبسوط، وللاسف ده هو حقيقي. مش سعيد ده حقيقي. ولا هو مبسوط. كان في بنوته باباها ثري جدا، فالبنوته دي وهي قاعده مع باباها، فبابا بيقول لها هو امتى الوش ده هيضحك؟ وفي فرق ما بين ثري وغني. الغني اللي هو بيقدر موفر جزء من المال ان هو يعيشه للفتره القادمه، لكن اللي هو الثري ده اللي هو عنده ملايين، يعني يعني بالظبط. صحيح. فراحت قالت له انهي وش؟ قال لها وشك انت، واحده زيك معاها عربيه يعني غاليه جدا، بتلبس احسن لبس، عايشه في بالظبط كل الامكانيات متاحه ليكي، صحيح. ومع ذلك وشك ما بيضحكش. بس في ناس فقراء برضو نسب السعادة. وعندهم سعاده صحيح. جوه. بالظبط، ما هو ده مش يعني بالمال، هو لا ما هو مش بالمال. يعني احنا مش هنتفق بالظبط كده، بس احنا هنتفق. فهي ردت، مامتها قاعده قالت لها نفس الكلمه، إيه انت بتاكلي احسن ما اكلك، بتخرجي فسح، بتسافري العالم. بقى حضرتك انا برضو في النقطه دي، في نقطه برضو اللي انا عايزه اتكلم فيها، اللي هو مش بالاكل. السعاده اللي احنا لازم نكون عندنا رضا جوانا. صحيح. ما هو ده السعاده في بالتأكيد طبعاً. قناعه الانسان بحياته اللي هي هو عايشها. هم شايفينها كأب وكأم وكمجتمع، ولو اي حد صحيح. شافها انت متاح ليكي كل الفرص. صحيح. طب انت مش سعيده؟ صحيح. ليه انت مش فرحانه؟ فردت عليه قالت له انا متاح ليا كل حاجه ما عدا انتوا. لما ببقى موجوده السعاده في وجود الام والاب. لا، الاحتواء الاحتواء مش طبعاً. لاقيه الاحتواء. فاصبحت ان السعاده بتاعتها مش مساله امكانيات لا. او ظروف، لا هو احتواء. ده كده بقى، فما ينفعش انا ممكن اشوف حد انسان سعيد جدا واقول يا ده بخته، يا ريتني انا لو انا في مكانه هبقى اسعد انسان. ما يكون في بالسعادة. الظروف اللي احنا فيها ديت استاذه اسماء، ان للاسف الشديد الاب والام مشغولين دايما بمشغلاتهم في الشغل، ودايما بيجوا بالليل. الحياه بتاخد الناس بالنسبه لهموم الناس عشان خاطر اللي الماديات. ضاغطه كل الناس. تمام. ما هي ممكن في حاجات بسيطه، وده اللي احنا هنعرفه، ايه الفرق ما بين البهجه والسعاده.
طيب احنا مش لاقيين السعاده الكامله او ان احنا بندور عليها ومش لاقيينها. طب تعالوا نشوف ايه اللي احنا بنعمله بيحقق لنا البهجه. احنا عايزين نوضح للناس عشان الناس برضو تقدر تستفيد من كلام جمهورنا حضرتك، يعني عاوزين نوضح تقدر تستفيد من كلام حضرتك في مختصر ما هي البهجة وما هي السعادة وكيفية الحصول عليها. بالظبط. نروح بقى الفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم الفاصل ونسأل الأستاذة أسماء طب ليه مش بنحس بالسعادة زي زمان يا أستاذة أسماء؟ يمكن لان المضمون دلوقتي اختلف عن الاول. هندي مثلا الاول لو احنا طالعين رحله او طالعين مصيف وانتي بتحضري شنطتك كنت بتاخدي ايه معاكي؟ باخد أكل وهدومي ويعني كل حاجة. طب تعالي كده نحط الكوتشينه، نحط الشطرنج، نحط الطاولة نحط الطاوله صح؟ الطاولة مهمة بنحط حاجات كتير جدا. ده غير ان انت بتقعدي اسبوع بتتخيلي نفسك وانا مثلا في مطروح بعمل ايه، او انا في اسكندريه بعمل ايه، او ده حقيقي. صح؟ تمام. دلوقتي اول حاجه بنركز فيها هي ايه؟ ممكن تليفوني في مشحون ولا لا؟ طبعا ده اكيد. باقة النت موجوده ولا لا؟ ده اهم حاجه صح، عشان نتصور ونطلع نفسنا على يبقى اذا السعاده ايه؟ اول حاجه تخيل، تاني حاجه حركه. كانت الاول عند الناس كده، دلوقتي اختلفت. ودلوقتي بقى حطينا يعني 3 أو 4 حاجات ان احنا بنعتمد بيها عشان نحس بالسعاده. اول حاجه الاعتقادات والخيال، تاني حاجه المقارنه، تالت حاجه التفاعل، رابع حاجه المال. حاطين ال4 حاجات دول قصاد. ايه من وجهة نظرك في المعتقدات والخيال؟ هقولك يعني دلوقتي لو انا حاطه في اولا احنا عايشين في الخيال اكتر من الواقع، وللاسف دي اسمى. يعني ممكن تبقي انت عارفه امكانياتك ظروف معينه او حاجه معينه وتلاقيكي عايشه في خيال تاني، او عايشه في السعاده اللي انت رسماها في خيال. هو انا في الحته الفلانيه وانا بعمل كذا، او انا بقيت لو عليت بمنصب احنا احيانا بنعيش في الخيال اكتر ما بنعيش في الواقع. الواقع. ده للاسف اللي احنا بنمر بيه. يعني مثلا لو جالك مثلا مسابقه، قال لك في الشغل عندك عاملين مسابقه، المسابقه دي عباره عن 10 اشخاص ماشي، قيمه هتدفعي مثلا 20 جنيه هتاخديها، اللي هيفوز هياخد 2000 جنيه. عرفتي ان ال9 الاولانيين اشتراهم شخص واحد بس، وان فاضل تذكره واحده المفروض ان انت اللي هتخشي المسابقه دي بيها. انت الاول رايحه وانت واثقه ان ممكن تبقي ايه، او عندك احساس ان انا طب لما عرفتي ان في شخص واحد واخد ال9 الاولانيين هتحسي بايه؟ بالاحباط، وممكن اصلا ما تشتركيش. صحيح. يبقى انا كده حطيت اعتقاد معين، او ان انا واثق انا خلاص يعني كده تحصيل حاصل، انا كده مش هفوز. تمام. ده اللي احنا، ده اللي هو الاعتقاد، او اللي انا بحط نفسي في مكانه معينه، او اللي انا بفكر في حاجه معينه، وان انا ببدا ان انا اتخيل او بقول يعني بفكر بعد كده تخيلاتي هو ده اللي المفروض يحصل. طب تعالوا بقى تاني حاجه، المقارنه. بقينا نقارن ما بيننا وما بين بعض بطريقه فظيعه جدا. يعني لو حضرتك قاعده بالظبط، لو قاعده ماسكه التليفون ولقيتي صاحبتك بتقضي وقت الاجازه بتاعها في لبنان، في شرم، في منطقه وانتي مش بالظبط. طب ولو جوزك قال لك بقى تعالي هنقضي الاجازه دي، الناس في الوقت الحالي بقت بتدور على الرفاهيه اكتر من الواقع والحياه الحقيقيه. لا يعني نقطه، بصي مش عيب ان انا بس اقارن ازاي، لازم اكون عارف انا بقارن ازاي، امكانياتي وحدودي وظروفي. بالظبط. ببدا ان انا طب انا رحت قبل كده المعموره، طب انا لما انزل صوري بالمعموره، طب ما خلاص ملوش لازمه ان انا ايه، ان انا اخرج، ملوش لازمه ان انا اتفسح. ما احنا بنغير دايما بنغير من حياتنا. مش ضروري ان احنا نروح بس المعموره، مش ضروري ان احنا نكون في اسكندريه، ممكن نروح مارينا، ممكن نروح شرم، الغردقه، كل واحد حسب ما هو عايز. انا بقول لك انت لو ماسكه التليفون وشايفه ان زميلتك مثلا او لو انا اختك او لو امكانياتي على قدي انا هقعد في البيت. احيانا الرضا والقناعه مش ويا اما يعني لازم نقعد على البحر شويه. بالظبط. ده بقى اللي انا بفكر ايه، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان نقطه دي فكره الرضا والقناعه اللي احنا بنتكلم عنها. احنا دايما بنقارن ما بين نفسنا وما بين الطرف الاخر. صحيح. احنا ما بقاش ما بتفكرش ان انت ازاي تسعد نفسك، لا انا بفكر وانا ازاي بقارن، هو ليه كده وانا ليه كده. لا وبفكر كمان الناس هتشوفني ازاي، انا عايزه اوري الناس انا سعيد، بس انا سعيد ده اللي احنا جايين بقى ومش سعيد من اللي هو جوايا. التفاعل. ايه بقى التفاعل اللي انت مستني؟ ايه التفاعل؟
انا دلوقتي لو ان انا بصور نفسي او ان انا حاطط صوره ومنزلها، انا معتقد بقى ان انا لما احط الصوره دي على على السوشيال ميديا ان هي هتحقق اعجاب ناس كتير. صحيح. ممكن ان انا احطها، لان طبعا لايك دلوقتي بتعني 3 حاجات لينا. بنحبك، احنا موجودين معاك، احنا شايفينك. بتساوي 3 حاجات دول. وساعات الانسان بيبقى يعني مبسوط لمجرد ان حد بيعمل له كومنت او بيعمل له لايك على الفيسبوك على صوره او على بس انا برضه او على شعر هم. طب انا كده بقى، يبقى انا كده انا برضه لا، انا بقى بصور نفسي او مش عشان احس بالسعاده، انا عشان خاطر الناس تقول لي برافو. انا مش بس كده، بس انا سعيده. كشخص في شخص بيبقى سعيد بكده. قناعتي بالرضا، هو راضي بالرضا كده. هي اللي طب انت بتوصلني ممكن تكون للمرحله دي. نفسيتك وحشه، او ان انت عندك اكتئاب، او ان انت متضايقه، ومع ذلك ممكن تصوري الصوره دي وانت طب افرضي يعني ما او حصلتش ممكن اتكلم مع صديق قريب مني، حد انا بحبه، لو ما حققتش اللايك او ما حققتش الاعجاب ده هتبقي عامله ازاي؟ اكيد هبقى. يبقى انت حطيتي سعادتك على ايه؟ اثر في نفسيتك. صح. على سعادتك ان انت الناس اذا كانت هي هتتفاعل معاكي ولا لا. يبقى انت ما بتدوريش على سعادتك طيب نفسك. احنا بس عشان يعني نكمل بقيه مفهوم السعاده اللي حضرتك اتكلمتي فيه، ايه هو التفاعل اللي ممكن يؤدي للسعاده؟ فاضل لنا رابع حاجه واللي هي المال. طب هل المال سبب في السعاده؟ بالتاكيد طبعا. بس بقى بنحط ايه؟ يعني ساعات مثلا حد يبقى حاطط لنفسه هدف وحاطط كل تخيله وكل انا عايز احقق الهدف ده، ومخلي كل حياته في اتجاه الهدف ده. طيب عدى الوقت وحقق اللي هو عايزه، بعد ما وصل بعد 10 سنين، بعد 5، بعد 7، ايا يكن، وحقق اللي هو عايزه، ممكن يصادف بعد كده ان يلاقوا زوجه بتطلب الطلاق، اولاد بالنسبه لهم هو كريدت كارت، مشتريات وبس. فين سعادتك؟ يحس نفسه ان هو مش سعيد. حققت الهدف اللي انا عايزه بس اهملت حاجات تانية. صح. فالاربع حاجات دول ان احنا لازم نعرف ازاي نغير حياتنا من خلالها. يكون في نسبه وتناسب بين كل حاجه وحاجه علشان نقدر نعيش حياتنا بتكافؤ. بالتاكيد طبعا. اكيد طبعا في حياتنا في حاجات كتير سلبيه بتاثر في حياتنا وبتخلي السعاده بتبقى ليها نسب معينه. فاحنا هنسال الاستاذه اسماء، هل المشاعر السلبيه بتاثر في حياتنا وايه مدى تاثيرها على حياتنا؟ ونروح بقى فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ونرجع تاني لسؤالنا اللي سألناه للأستاذة أسماء، هل المشاعر السلبية بتأثر على حياتنا وإيه مدى تأثيرها على السعادة؟ للأسف احنا في مجتمعنا في حاجة اسمها دراسة المشاعر. للأسف احنا عندنا هنا ما عندناش الثقافة دي خالص. طب ايه هي دراسة المشاعر؟ لما بتتعرضي لحاجة أو موقف بيحصل لك بتحسي بالسعادة، سواء بالصدفة، سواء حاجة كنت بتحلمي إن هي تتحقق وتحققي. أول حاجة بتعمليها إيه؟ بتجري تدوري على أي حد إن هو يشاركك الإحساس ده. اكيد. طب ممكن في اللحظة اللي أنت لقيتي الحد ده وإن أنت قاعدة بتقولي بصي لي كده وليه؟ إيه ده؟ ايه الهبل ده اللي انت ايه ده؟ ايه السعاده؟ فين السعاده هنا؟ يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملي بالظبط، خرجك من الحاله اللي انت فيها وجاب لك احباط. صحيح. اللي انت بقى تخشي طب هو انا كده غلط؟ هو انا كده طب ممكن يكون انت بالنسبه لك مش حاجه مهمه، لكن للشخص التاني حاجه مهمه. يبقى احنا محتاجين ان احنا نحترم مشاعر الاخرين. صحيح. طبعا بالتاكيد المشاعر السلبيه بتاثر علينا. طب عملوا اختبار، جابوا 3 اشخاص ماشي، واحد عنده مشاعر ايجابيه والتاني عنده مشاعر سلبيه، واحد ما عندوش حاجه خالص، ولا مشاعر سلبيه ولا ايجابيه. عايش ازاي ده؟ يعني هو عايش كده. ازاي عايش ده؟ فالاختبار ده عملوا له هو اللي ازاي مهارات او في مهارات تفكير شويه، ان انت ازاي تطلع من المشكله او ان انت تحلها. اللي عنده مشاعر ايجابيه فكر ولقى حلول، واللي عنده مشاعر سلبيه فكر برضه ولقى حلول. طب اللي ما عندوش مشاعر خالص لقوا فعلا ما فكرش نهائي. يعني معنى كده ان ممكن مشاعرنا السلبيه نفكر ونحقق فعلا نجاح ونحقق افكار ناجحه فعلا، لان هي بتبقى وقتيه. الحاله السلبيه ممكن لو عندك مشاعر ايجابيه طبعا بتحاولي ان انت تجدي حل للمشكله او الكلام ده، وتقدري ان انت فعلا تلاقي. لكن للاسف البني ادم اللي بيعيش من غير مشاعر خالص، اللي ما عندوش بقى خالص، اللي هو عنده حاله من حالات اليأس،
ما دي بنسميها لا اليأس مشاعر سلبيه. ما انا بقول لك انت قلتي في واحد لا عايش اللي هو ولا مشاعر سلبيه ولا ايجابيه، اللي هو انا عايش في الدنيا كده وخلاص، يعني مفيش حاجه مأثره فيا. ممكن الفتره دي هو عنده كده، لكن ممكن في فتره ثانيه لا بيبقى عنده مشاعر اذا كانت ايجابيه ولا سلبيه. ايه الحل بقى بالنسبه للناس دي الثلاثه اللي انت قلتي عليهم؟ ايه الحل بتاعها؟ احنا قلنا ان لازم نحترم المشاعر، لازم نعرف ازاي نحترم، ازاي نحتوي الشخص اللي قدامنا. يعني لما يكون عنده سواء مشاعر حاجه اللي هي سعاديه او حاجه محققه له السعاده او عنده مشكله معينه، ازاي انا كشخص اتعلم ازاي احتويه. يعني حتى افرض انا ما بعرفش احتوي الشخص اللي قدامي، ما حسسوش بالاحتواء، اعمل ايه؟ ابتسام. بمجرد ان انت تبتسم كده في وشه او تديله ابتسامه حلوه، ماشي، تديله كلمه طب بجد، طب ربنا يوفقك، طب هتلاقي حالته النفسيه على الاقل شاركتيه، حسستيه ان انت انا معاك. ماشي. يعني دلوقتي كمان مشكله ان احنا طول ما احنا قاعدين على الواتس ورسائل على وعليك ما خلاش حد ان هو يقدر. السوشيال ميديا مأثره في حياتنا بشكل يعني. طب انت عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت تعرفي ان الصوت احتواء؟ اكيد. لما بتطبطبي على ايدك على حد ده احتواء طبعا. مش نظره عينك للانسان اللي قدامك. احنا حياتنا بقت متوقفه على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وده اللي مخلي ناس كتير ممكن تكوني قاعده مع جوزك او قاعده مع صاحبتك فهي مشغوله في النت. لا وحضرتك عايزه اقول لك حاجه، انت ممكن تبقي قاعده في الاوضه وجوزك في الاوضه الثانيه، انا لسه هروح ولا لسه، انا هبعت رساله انا عايزه كذا، يعني صحيح. يعني انا مش هلاقي نفسي عايزه تنادي على ابنك، لا انا هبعت له رساله يعني احنا لسه هنروح شو اول ما واقفه في الباص، اصبح ان هي الوسيله اللي ما بيننا رسائل. فتعالوا نتفق ان هي السعاده، اتفقنا ان هي حركه وخيال، علشان كده ان احنا بطلنا نتحرك ماشي نحو السعاده. تعالي السعاده دي زي الاكل والشرب بالظبط. بس في ناس لو انت قاعده، في ناس بتحس بالسعاده اللي هي من وجهه نظرها هي النت 24 ساعه على النت، لو النت فصل دي بتبقى كارثه. لا على فكره، طب عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا عملت حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي، قلت لاولادي مفيش من الصبح لحد الساعه 7 مثلا هنلغي النت تماما. ده حظر. تعالي في وسط الحظر، ما دي فرصه يعني، بصي فرصه انا قلتها قبل كده، فرصه لا ننجح ونرجع البيت تاني للسعاده والترابط ما بيننا، لان احنا نوصل لمرحله ثانيه. طب ايه يا ماما هنعمل ايه؟ بسيطه جدا، هنعمل حاجات كتير، هنلعب سوا. احنا بقى على ايامينا بص احنا كنا بنلعب نعمل ايه؟ طب تعالوا هنعمل مسابقات ما بيننا وما بين بعض ازاي؟ بدات ماما تتحرك طول ما بتتحركي على فكره في هرمون جسمك بيحقق لك السعاده. فكرة كمان رجوع الانضمام الأسري واللمة والتجمعات دي حاجة كويسة جدا ان احنا مش الفترة دي تعمل كده، ورجوع بدل ما هنتجمع احنا عاملين جروب مع بعض، ورجوع الناس برضه كده رجوع الناس كمان لفكرة القراءة، بعد ما ناس كتير اهملت فكرة القراءة في الفترة اللي فاتت بالنسبة لانشغالها بالنسبة للسوشيال ميديا. انا هقول لحضرتك حاجة، طبعا مفيش خلاف ان القراية بتغير كتير من الشخصية. طول ما انت بتقري وفي كذا حاجه، كمان انا مش بتخصص قرايتي في حاجه واحده بس. طب انا عايزه ابقى سعيد هقرا عن السعاده، طب انا عايزه اقرا عايز يبقى ليا هدف احققه، اقرا ازاي ان انت تحقيق الذات. طول ما انت بتقرا طول ما انت بتطور من نفسك، طول ما انا بطور من نفسي يبقى انا بوصل للسعاده. تعالوا نقول السعاده زي الاكل والشرب تمام. يعني ايه؟ يعني لو انت قاعده في البيت الاكل هيجيلك اكيد طبعا هو طريق. عايزه ابقى سعيد يبقى لازم اخطط ازاي ان انا بالظبط لازم عشان احقق السعاده. السعاده مش هتجيلك، مش كل الناس وارد ان هي يجيلهم صدفه ان هي تحقق لك السعاده. لا طبعا هي السعاده نسبيه بين كل حد وحد، فمش بالضروره ان كل واحد يقدر يوصل للسعاده في نفس التوقيت اللي غيره بيوصل فيها او يمشي في نفس الطريق اللي غيره بيمشي فيها. بالعكس كل واحد بيشوف من وجهه نظره ازاي يقدر يوصل للسعاده. طيب احنا دلوقتي عايزين نحل، طب معنى كده ان مفيش سعاده؟ لا يعني مفيش حد مفيش حد سعيد في الدنيا؟ لا اكيد السعاده موجوده. احنا عايزين بس كل اللي قاعدين نجيب ورقه وقلم، واي حد هيحس باحباط او يحس بزعل او يحس توارد جدا، بتلاقي انت مره واحده نفسك انا متضايق، انا مخنوق، طب انا ايه اللي حصل لي؟ طب انا كنت كويس، طب انا ليه قايم من النوم كده؟ طيب ممكن تجيب ورقه وقلم وترجع لنا عشان نكتب الحاجه دي. فاصل، نطلع فاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. يا استاذه اسماء، ايه اللي بنحس بيه عشان نوصل للسعاده؟ احنا اتفقنا قلنا ان ممكن ان احنا بنبقى مره واحده واحنا صاحيين من النوم او في وقت واحنا قاعدين نبقى كويسين جدا، انا حاسس
احباط، طب انا حاسس في حاجه، طب انا زعلان ولا فرحان، طب انا مش عارف حالتي النفسيه ايه. طيب انا دلوقتي عايزه احقق حاجه ومش عارف ان انا اوصل لها، فبتاثر عليا باحباط، بتجيب لي احباط نفسي. تمام كده؟ التغيرات النفسيه دي. طيب احنا اتفقنا وقلنا للمشاهدين معانا ورقه وقلم ونكتب. انا عن نفسي بقرا الاسئله دي لما بتجيلي الحاله دي. طب هتفرق؟ نجرب، مش هنخسر حاجه. صحيح. اول سؤال، هو انا سعيد في حياتي؟ اكتبوا ورا الاستاذه. طيب هو انا شايفه الحياه ازاي؟ بالنسبه لك انت شايفها ازاي؟ هو انا كان عندي هدف في حياتي ولا لا؟ طيب هو انا بتصرف بناء عن افكاري ولا انا عن افكار الناس؟ يعني انا ماشي في الحياه بافكاري انا ومقتنع بيها ولا بافكار غيري؟ طيب هو المفروض كل الناس اللي قابلهم في حياتي يكونوا ايجابيين؟ لا طبعا اكيد لا. طيب هو انا بعمل كل اللي بوسعي؟ انا شايف نفسي لو انا هقدر نفسي انا بعمل كل اللي بوسعي؟ اكيد لا، مش كل الناس بتعمل ده. طيب انا بعامل الناس بايجابيه ولا بسلبيه؟ في وفي، حسب الشخصيات. طيب تعالوا بقى، هو انا راضيه عن نفسي؟ طب انا لما ببقى في ازمه او في مشكله بتجه للناس الايجابيه في حياتي ولا الناس السلبيه؟ الناس الايجابيه طبعا اكيد. طبيعي احنا كل الاسئله دي احنا بنوجهها لنفسنا. طيب اخر سؤال معانا، وحضرتك قاعد بتسمع البرنامج ليه؟ بتروح تحضر دورات تدريبيه في تحقيق الذات وان انت تغير من نفسك ليه؟ تعالوا بقى كده بالنسبه للدورات نفس السؤال. بالنسبه للدورات التدريبيه انا ببقى رايح انا عايزه اغير من نفسي، حاطط في دماغي ان المحاضر اللي هيقف يديني الندوه او اللي هيديني المحاضره ده مع عصايه سحريه. العصايه السحريه دي مجرد ما انا داخل في حاله اكتئاب او داخل في ان انا زعلان، هخرج من عنده وانا في قمه السعاده. ده اللي في الغالب ما بيحصلش، بس لا بيحصل ممكن ان انا حاسس حلو قوي، انا قعدت واتكلم وخدت المعلومات. ممكن يحصل كده لو بتبقى لو الانسان مرتاح دي اكتر من ان هو بيبقى مؤكد. انا لما بروح ببقى رايح عندي هدف ان انا احاول ان انا اخد من اللايف كوتش اي حاجه تغير من مودي، تغير من نفسيتي، توصلني لمرحله معينه. مش في الغالب بيحصل، بس انت لو ما عندكش اراده مش هتقدر توصل للمرحله دي. بالظبط، احنا مش رايحين لساحر. صحيح. احنا ممكن نكتب الخطوات اللي احنا هنعملها كله وبعدين هو انا كنت عايز ايه؟ طب انا رحت وخدت دورات تدريبيه وحضرت، والله احنا عارفين ان انت رحت وحضرت وعملت كل اللي انت بس ايه اللي انت عملته؟ يعني ايه اللي انت فدته بيه لنفسك؟ ارادتك فين في حاسس طب انا عملت كده لفتره وبعدين رجعت تاني، يبقى انت كده مش عايز تدور بنفسك. صح. انت عايز وقت معين تحس بيه ان انت بترجع تاني. المفروض احنا بنعدل نفسنا لباقي العمر كله مش للفتره دي وبس. صح. طيب احنا النهارده بنقدم بقى للمشاهدين كبسولات للسعاده. زي ايه؟ 10 كبسولات ان احنا بنقول لك ازاي عايز تبقى سعيد، لو عملتهم يعني هتقدر تحقق جزء من السعاده او ان انت تبقى سعيد. طبعا احنا اتفقنا ان احنا سعادتنا مختلفه عن التاني، يعني عن بعض، مش كلنا بتبقى سعادتنا كلنا نسبيه من شخص لاخر. اول حاجه لازم اخلص النيه من جوايا. اكيد. ولازم يبقى من جوايا في حب للناس كلها. ما ينفعش ان انا يعني اكون عايز الناس تعاملني بايجابيه وانا بعامل الناس بسلبيه. ده كده استحاله ان انت تحس بالسعاده من جواك، لان احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا ماشيين بالسعاده الظاهريه. انا سعيد عشان الناس بتشجعني، انا سعيد عشان عايزه اوصل للحاجه الفلانيه، انا ببين للناس انا سعيده. انا عايزاك تبقى سعيد من جوه مش من بره. اكيد الرضا والقناعه هي سر السعاده. بالظبط. طيب قبول النفس، لازم تقبل نفسك ايا يكن. طب اصل انا شعري مش ناعم فده عامل لي ازمه، لا هو ربنا خلق كده. تقبل نفسك ايا يكن. طب انا فيا عيب كذا، لا تقبل نفسك. طب انا لادغ، انا لادغه، انا واحده من الناس لادغه معنى كده اني مش هقف اتكلم. لا ربنا عاطي كل واحد ميزه وعاطي له جمال. بالظبط. لازم يكون هو راضي بالميزه اللي ربنا عطاها له. صحيح. وابقى شايفها ان يعني ممكن غيري شايفها عيب بس انا شايفها ميزه فيا، ممكن احاول نفسي واحاول اساعد على ان انا اصلح من عيوبي. لا في بعض الناس بيبقوا دايما يعني بيشوهوا صوره البني ادم اذا كان هو حلو يقعد يعيب عليه، يقعد زي مثلا واحد قلبك، واحده شعرها اكرت، واحده هو ربنا سبحانه وتعالى عطاها الميزه وعطاها الجمال. هو انا عايش عشان احقق السعاده للناس والناس تجيب لي احباط؟ لا طبعا. في بعض الناس احنا اتفقنا بتشوه صوره الانسان اللي قدامك. لو انا مش سعيد مش هعرف ان انا انقل لك السعاده، ده شيء اكيد.
فاقد الشيء ولو انا ما عنديش الثقه بنفسي وبمواصفاتي وبمميزاتي واللي ربنا مديهولي، اكيد مش هقدر اوصل سعادتي لازم يبقى للاخرين. احنا خدنا اول كبسوله كده، قلنا ان احنا يبقى في اخلاص في النيه، ان انا ابقى جوايا حب للناس، حب لله، يبقى نيتي من جوه فيها اخلاص. تمام. تاني حاجه القبول، ان انا اقبل نفسي. طب تالت كبسوله معانا، اني مش لازم اتخيل او ان انا ابقى معتقد ان انا لو حققت الجزء ده او ده الهدف اللي انا عايزه ده انا هكون سعيد 100%. لا، انت ما تقدرش ان انت تحقق يعني تبقى بالدقه دي، يعني عشان حتى ما يجيلكش احباط. انا هبقى سعيد بس مش قمه السعاده. لازم دايما ابقى مقتنع ان انا لو هحقق حاجه ممكن هتحقق لي السعاده، بس مش حاطط كل امالي وهدفي ان انا لو عملت كده هو هبقى سعيد. طيب وبالنسبه بقى للكبسوله الرابعه، ان في فرق ما بين السعاده والبهجه. لما باكل شوكولاته، بقالي مده ما اكلتش شوكولاته عشان عاملين دايت طبعا. فجبت باكل شوكولاته وكلت، يعني بقالي مثلا كام شهر يعني عامله دايت بقى، فجبت الشوكولاته يعني يوم الفري بتاعي خدت باكل شوكولاته ده اكلته. طب جيت تاني يوم جبت نفس اللي باكله ده وكلته، هبقى حاسه الاستاذه اسماء كمان بتقول لكم ان انتوا لازم تعملوا دايت في الحظ. ده كده من كبسولات السعاده. والعصير ان انا في وسط الحر ده وانا مروحه ان انا هتخيل، يعني انت بتتخيلي بقى اللي هو العصير اللي في الثلاجه ان انت هتشربيه، اول ما بتروحي بتبداي ان انت تشربي. طب خلصتي الكوبايه الاولانيه تيجي تشربي الكوبايه الثانيه، بتحسي بنفس السعاده او نفس اللي انت كنت بتشربيه. احنا قلنا ان دي كده بهجه، البهجه اللي هي اقل قيمه من السعاده، او ان هي ما بتوصلش لمرحله السعاده. فاللي احنا بنحققه في حياتنا اللي فات ده كله ده ايه؟ بهجه مش سعاده. طيب هنبدا ان احنا نبطل كبسوله المقارنه. المقارنه لو مش بوعي للاسف بتقتل السعاده. بلاش نقارن ما بيننا وما بين حد. ان احنا نعمل علاقات ايجابيه ما بيننا وما بين الناس اللي حوالينا. ان احنا نحط كذا هدف مش هدف واحد. طب لان الهدف ده لو ما اتحققش او يبقى فيه هدف تاني حقق لي السعاده، لازم اكون ملم بكل الاهداف اللي حواليا. المال ممكن يبقى سبب في السعاده بس لو مش موجود مش من الضروري. اخر حاجه الرضا والقناعه. طب ليه الرضا والقناعه انا حطيتها اخر حاجه؟ لان انت لو ما بطلتش ان انت تقارن ما بينك وما بين الناس، لو ما بطلتش ان انت تتخيل كتير، لو ما عملتش كل اللي فات ده عمرك ما هيجيلك رضا. يبقى الرضا والقناعه لازم اكون راضي بكل حاجه مكتوبه لي، بكل حاجه بتحصل لي. كده يعني يا رب النهارده نتمنى ان احنا نكون حققنا لكم او نكون قدمنا لكم استفاده. يا ريت اللي قاعد سمعنا النهارده يخرج من الحلقه بمعلومات تفيده في حياته. كنا سعداء جدا معاكم. والله يا استاذه اسماء احنا سعداء بيكي واستمتعنا بجد بالحلقه بتاعتك الجميله دي، نورتينا. في نهايه حلقتنا بنشكر اعزائي المشاهدين وعلى وعد بلقاء اخر الاسبوع القادم باذن الله. كان معكم حنين البدوي، كان معكم شيرين محمد، اسماء يوسف. مساء الخير مشاهدي ميديا مصر في كل مكان. زي ما وعدناكم كل اسبوع بفقرات متجدده ومتنوعه، فقرتنا النهارده بتتماشى مع الاحداث الجاريه في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله، موضوع كورونا او فيروس كورونا المستجد. ولقاء اليوم هيبقى مع سياده العميد احمد المالكي، المستشار الامني لاتحاد المجالس الشعبيه والمحليه لدعم رئاسه الجمهوريه والجيش والشرطه، قائمه تحيا مصر. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. سياده العميد احمد المالكي، النهارده في وسط هذه الاحداث بنحب ان احنا نسلط الضوء على فيروس كورونا ونقول ايه هو السبب الرئيسي في خوف او هلع المواطنين من هذا الفيروس. سبب الخوف والهلع من فيروس كورونا المستجد انه لم يكتشف له اي علاج حتى الان. مفيش علاج، الحالات كلها مجموعه اللي احنا بنشوف علاج تجريبي للمراحل الاولى من المرض، او دلوقتي في جميع الدول وفي اجتهادات كبيره من جميع الدول للمساهمه للحصول على علاج فعال لفيروس كورونا. وان شاء الله في المتوقع في القريب العاجل ان شاء الله هيبقى في علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، ان شاء الله هيتم العلاج. في نقطة تانية كمان ان عايزين نتكلم بشكل اوضح عن ايه هي الفئات العمرية التي تصيب او التي تصاب بفيروس كورونا. في فئات معينة الإصابة فيها بتبقى أعلى من الفئات الثانية؟ لا، هو فيروس كورونا بيصيب جميع الفئات العمرية، بس أكثر الفئات العمرية إصابة هي فئة كبار السن
ويزيدوا الامراض المزمنه زي مثلا القلب والسكر والضغط وامراض المصابين بامراض الجهاز التنفسي. دول اكثر تعرضا للاصابه، ودول بنصح بيهم ان هم ما يغادروش البيت وان هم يلزموا البيت ويقللوا التعرض بينهم بالنسبه للمرض. في نقطه ثانيه كمان ان احنا في هذه الأحداث طبعا الدولة بتقوم بالتصدي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. في ناس بتستغل هذه الأزمة في تحقيق أرباح والقيام بعمل غلاء الأسعار طبعا واستغلال هذه الأزمة بشكل خاطئ. إيه هي الجهود المبذولة للتصدي لمثل هؤلاء التجار أو المستغلين؟ انا في الاول بعتبر ان هو اللي استغل الظروف في الوقت اللي راهن ديت والازمات ديت بعتبر خيانه الوطن، وبنصح طبعا العلاج الفعال هي الايجابيه من جهه الدوله، الاجهزه الرقابيه بتاعتها بالجهاز حمايه المستهلك، ان هم المرور المفاجئ على هذه التجار واحاله المخالفين منهم واتخاذ الاجراءات القانونيه حالهم. المواطن لازم يكون برضه عنده ايجابيه. انا رحت مكان لقيت فيه اسعار مختلفه او فيه غش تجاري، امتنع عن الشراء وبلغ الجهات الرقابيه. طبعا لازم الدوله بتساعد الفرد، لازم المواطن يساعد الدوله بتمر على جميع المحلات وتشوف الناس ديت لو في غش تجاري او في زياده اسعار، والحمد لله في تجاوب كتير من الدوله. وفي المواطن في المقابل المواطن برضه يكون ايجابي، ان لما يجي يشتري حاجه ده في غلو او في غش ولا حاجه، ان هو يمتنع ويقاطع هذه التجار ويبلغ عنهم فورا عشان تتخذ الجهات الرقابيه تتخذ الاجراءات القانونيه. طبعا بيبقى في كمان ارقام للتواصل لو مثلا في اي مخالفات من هذا النوع ان هو المواطن يلجا لها. طبعا ومعلومه عنها في التلفزيون كل الجهات الاعلام ان المواطن لازم يكون ايجابي. انا شفت حاجه لازم ابلغ عشان دي بيعمل ردع لهؤلاء التجار الجشعين، لان الظروف ديت فعلا ما فيش حد اسمه هو يستغلها. المفروض كل الشعب كله بايد واحده اللي مواجه هذا الغلاء او هذه الازمه، ان احنا نكون واقفين مع بعض كده، لكن ما يجيش بقى فئه قليله ان هي تسيء للشعب المصري ان هو طول عمره متماسك ويبداوا يغلوا الاسعار. فلازم نحاربهم وبقوه. في مواجهه فيروس كورونا طبعا جهود الدوله مبذوله وواضحه جدا في مواجهه هذا الفيروس. الاجراءات الاحترازيه للوقايه من الفيروس، احنا كمواطنين سياده العميد احنا المفروض علينا ايه نحب ان احنا نوضحه بشكل مباشر للمشاهد، ازاي ان احنا نعمل عمليه الوقايه من فيروس كورونا قبل ما نقع في الفخ ويتم الاصابه بالفيروس. تمام. هو فيروس كورونا المستجد بيصيب دايما الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي اللي هو الانف والفم، وطبعا ثبت ان هو بيخش عن طريق العين. الوضع ده كويس. غسل الايدين بالميه والصابون بانتظام او حكومه بمحلول كحولي، لان ممكن تكون ده بيؤدي الى قتل الجراثيم اللي تكون موجوده على الايدين. تاني حاجه ان هو طبعا فيروس كورونا بيصيب الجهاز التنفسي، فطبعا لازم يكون في مسافه بين الفرد واي فرد بيسعل او بيعطس، مسافه واحد، لازم نحط منه مسافه 1 متر. ليه؟ لان برضه السعال او العصب بيكون فيه فطريات صغيره جدا سائله، ممكن دي تكون محمله بفيروس كورونا المستجد، ممكن يصيب الانسان جهاز التنفسي للفرد المقابل، فلازم يكون مسافه لا تقل عن متر عشان ما يصابش الفرد. وممكن السعال ده يجي على مثلا على الترابيزه زي ديت على الحائط، ممكن اصل الاسطح صلبه، فممكن اي حد يلمسه تحصل اصابه. ثاني حاجه ان احنا عند الواحد لما بيجي عند العطس والسعال لازم يا اما تتني المرفق يا اما نستخدم مناديل ورقيه، وبعد كده بنلقيها في سله مهملات مقفله وثم نتخلص منها. بعد كده بنغسل الايدين بالماء والصابون او نحط المحلول الكحولي. وبعد كده في اهم حاجه عدم لمس العين او الانف او والفم بالايد اطلاقا، لان دي ممكن تكون محمله بفيروس كورونا المستجد فممكن تحصل الاصابه. وبرده ولا حابب اوضح للناس اللي بتلبس جوانتيات ممكن تكون فيها اصابه، ممكن يقول لك انا بعمل وقايه لابس جوانتي، بس ممكن يكون الجوانتي محمل، ممكن هو يخلع القفاز او اي حاجه تحصل اصابه. فاهم حاجه هي الغسل بالماء والصابون. وطبعا لازم الفرد او كل مواطن يشوف المستجدات، يطلع عن الاحداث. تاني حاجه ان هو يلزم بيته، وبالذات كبار السن، الزم بيتك ما تتحركش غير للضروره. تاني حاجه ان انا بحاول اقوي الجهاز المناعه بتاعتي، يا اما عن طريق الفيتامينات اللي باخدها او علاج تقويه المناعه او عن طريق الطعام، تناول طعام صحي اللي هو فيه طبعا عشان نقدر اقوي المناعه، لان علاج الفيروس ده اهم حاجه فيه تقويه المناعه. تقويه الجهاز المناعي. طبعا. من النقطه دي يمكن هتطرق لنقطه اخرى اللي هو المتوفى. يمكن النقطة دي أثارت جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. هل في سبيل لنقل العدوى من المتوفى
الى الاشخاص المجاورين بيه، سواء اذا كانوا يعني الاشخاص المحيطين بيه. عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين اطلاقا طبعا ده مفهوم خاطئ جدا، لا تنتقل العدوى، لان طبعا انا بشوف اللي احنا الفرد المتوفي بيكون اول حاجه جميع الاجزاء جسمه تتوقف. تاني حاجه بيتطهر الجسم بالكامل، بعد كده بيتحط في بلاستيك يتلف بالجسم، بيتطهر مرحله ثانيه، بعد كده بيتحط في صندوق بيتطهر، بعد كده بيغلق فيه. فاستحاله ما فيش حاجه اسمها نقل العدوى، ده مفهوم خاطئ. الفرد الميت يا حضرات لا ينقل العدوى لاي فرد، اللي بيتعمل له تجهيزات تطهيرات قويه، فما استحاله ان يحصل فيه عدوى ثاني، وانا باكد على هذه المعلومه. في نقطة تانية اللي هي استراتيجية الدولة لمواجهة أو تصدي لفيروس كورونا المستجد. عايزين نعرف من سيادتك إيه هو الدور اللي بتقوم به الدولة لمواجهة هذا الفيروس بشكل كبير الأيام دي، وده واضح. عايزين برضو نوضحه للسادة المشاهدين. طبعا الدولة بجميع كافة أجهزتها المعنية بتقوم بجميع الجهد المبذول، بتبذل كل الجهد، ومعروف عن مصر كده في مواجهة أي كارثة أو أي حادثة. مصر طبعا قامت بدور إيجابي في مواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع أجهزتها المعنية. زي ما احنا شايفين كده الدولة كانت مستعدة جدا جدا، وصلت بمبالغ كبيرة لعلاج الفيروس ومواجهة المخاطر ديت. القوات المسلحة كان دور، الشرطة دور، كل الأجهزة المعنية بالكامل. القوات المسلحة قهرت أكتر من يعني طبعا القوات المسلحة هي العمود الفقري لجمهورية مصر العربية. طبعا كان عندها استعداد كامل لمواجهة الأزمة، عملت خطة مبدئية اعلنها عنها، كان في بيان للسيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه ان هي جاهزه لتطهير الميادين، في عربيات اسعاف لنقل المصابين، في الاسعاف الطاير، في حتى المواد الاستهلاكيه المطلوبه للمواطن متوفره، القوات المسلحه متوفره للمواطنين. الشرطه المدنيه طبعا قامت مثلا زي ما احنا بنشوف جهودها انها قامت في بالقيام بحظر التجوال، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال. برضه الشركات في حملات تموينيه، بتشوف الغش التجاري، بتشوف غلاء الاسعار والكلام ده، وتحيل المخالفين للنيابه العامه. الشرطه برضه بتعمل بدور فعال ان هي في الغلق الكامل للانديه والمقاهي والكافيهات جامع التجمعات، او الغلق اللي هو بالساعه 5 لجميع المحلات انها بتتابعها. اللي برضه الدور الايجابي برضه انها بتسحب الحاله المصابه بفيروس كورونا الى الحجر الصحي. في جهود كتيره جميع الدوله، الاعلام برضه جهوده جباره، ان هو كلهم بيعلن عن اي مستجدات عن فيروس كورونا، التوعيات اللي بيعملها برامج التوعيه عن فيروس كورونا المستجد بيدي للناس توعيه كامله، وازاي نعالج وازاي نحتاط وازاي كده. طبعا دور فعال جدا، دور فعال جدا. جميع الوزارات، ما فيش وزاره الصحه طبعا، الجيش الابيض اللي شغال، والابناء الاطباء واطقم التمريض وجميع العاملين في وزاره الصحه عاملين جهود جباره بسم الله ما شاء الله في كل العلاج. الناس من اول ما بيجي المريض بيتعاملوا معاه ويقدروا يشرحوا له، واهم حاجه المحافظه على الروح المعنويه. طبعا اهم حاجه دول بحس بيه ولمسنه ان هم بيحافظوا على الروح المعنويه للفرد المصاب، لان دي ليها تاثير كبير، لانها ممكن تساعد في علاج الفرد، لازم بيديله الامل، لان الفرد لو طلع من غير امل ممكن يفقد الحياه. فكل الجهود مش هنقدر نركنها. المواطن ثبت، المواطن المصري اللي هو اصالته ومعدنه الكويس ان هو بيتنفذ حظر التجوال، بتلاقيه ملتزم ببيته، اي تعليمات بتقولها الدوله بيلتزم بيها. هو ده الشعب المصري، وقت الشده بنلاقي جميع افراد الشعب واقفه جنب بعض، بنساعد بعض. يعني دلوقتي في اي واحد في اي منطقه كله بيساعد بعض، الغني بيدي الفقير، زي ما احنا شفناها كتير في حالات كتير. كل واحد اللي بيقدر بيستطيع ان هو يساعد جاره او قريبه او صاحبه بيساعده. الشعب المصري الحمد لله الحمد لله ان هو دايما على قلب رجل واحد، اي حاجه بنقف مع بعض، في الشده بنقف مع بعض، حتى في الفرح بنكون مجمعين. هو ده الشعب المصري الاصيل المعروف للعالم، ودي الميزه الحقيقيه اللي دايما بنفتخر فيها المصريين مع بعض. فطبعا ما اقدرش انكر كل جهود الدوله في كل ما فيش اي حد داخل جمهوريه مصر العربيه اللي له دور، حتى لو كان بسيط ان هو بس يلتزم بيته. حتى الفرد اللي بيجي يقول لك انا ما اقدرش اي حاجه، ان هو بيلتزم بيته بينفذ تعليمات، ده طبعا فرد ايجابي بيساعد على ان احنا لسرعه التخلص من فيروس كورونا المستجد. طبعا ما نقدرش ننكر ان طبعا كل الجهود المبذوله من كل الجهات المعنيه، سواء الجيش او الشرطه او الشعب او طبعا فريق الاطباء والتمريض، الجيش الابيض كما يقال عليه، يعني كل دي جهود لمواجهه فيروس كورونا. سؤالي الاخير لحضرتك سياده العميد، الحظر او قانون حظر التجوال كان بيطبق من الساعه 7 مساء حتى الساعه 6 من صباح اليوم التالي. تحول هذا الموعد الى الساعه 8. فعايزين من حضرتك برضو توضح لنا سبب هذا التحول. احنا طبعا زودنا ساعه، اللي هي دي الساعه ديت لمنع التكدس
وسائل المواصلات. لان في المتوقع او الطبيعي ان طبعا انتهى العمل الساعه 5، فالعمال بيبقى فاضل لهم مثلا او الموظفين في اللي قدامهم ساعتين للوصول لمقر سكنهم، فده كان بيعمل بعض التكدس في وسائل المواصلات. لكن الساعه الزياده دي بتعمل اريحيه للمواطن للوصول الى محل سكنه بدون تكدس. وانا بناشد اصحاب الشركات وان هي في عدد عمال كبير ان هي يعمل يعني فاصل زمني بين كل مجموعه، يعني مثلا مجموعه تطلع مثلا 20 واحد وبعدها بربع ساعه المجموعه الثانيه عشان ما يحصلش تكدس وتحصل اصابه. فطبعا فبلاش كل اي هيئه او اي شركه او اي مصنع في عدد عمال كبير ان هو يعمل لهم مجرد خطه زمنيه ان هو كل واحد يتحرك بعد مثلا ب 10 دقائق او ربع ساعه المجموعه الثانيه هكذا، عشان ما تحصلش تكدس في وسائل المواصلات، حتى المواطن يوصل بيته في امان باذن الله ان شاء الله. مهما كانت التضحية سيظل الشعب المصري والجيش والشرطة في رباط إلى يوم الدين لمواجهة الأزمات. في نهاية لقائي أحب أشكر سيادة العميد أحمد المالكي وأتوجه بالشكر لسيادتك على هذه المعلومات القيمة، وأتوجه بالشكر لكل الجهات المعنية اللي واقفة إيد بإيد لمواجهة هذا الفيروس المستجد. وأحب رسالة قصيرة أقول للشعب المصري كله: أرجوكم التزموا بيوتكم عشان نقدر إن احنا نبقى حائط صد لهذا الفيروس المستجد. تمنياتي بمشاهدة طيبة، وإن شاء الله تكون حلقة مثمرة، ونوعدكم بلقاء جاي الأسبوع القادم مع فقرات متنوعة وبرنامج ميديا مصر. ورجعنا لكم من الفاصل، ومعانا النهارده فقره السوشيال ميديا لزميلتنا اسماء يوسف وشيرين محمد. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في فقره السوشيال ميديا. معانا شيرين. واول خبر معانا وهو تقرير عن المعاهد التعليميه واصابه فيروس كورونا في مستشفى المطريه. اكد الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عدم ظهور أي حالات للمستشفيات أي حالات إصابة فيروس كورونا في مستشفى المطرية التعليمي، نافيا ما تم تداوله من إغلاقا للمستشفى، إذ أن المستشفى اتخذت إجراءات احترازية لمنع إصابة أي من أطقمها الطبية، مشيرا إلى أن مدير المستشفى أكد أن الأطباء والتمريض والمتعاقدين مع مستشفى الزيتون في غير أوقات عملهم بالمطرية بالعزل كإجراء احترازي من المستشفى مثل ما فعلت مستشفى الزيتون، وطبقا لما تم تعميمه من وزارة الصحة للحفاظ على الأطقم الطبية وسير العمل بالمستشفى لخدمة المرضى. ومعنا إيه أخبار تاني يا أسماء؟ ننتقل إلى أخبار الوزارة. رئيس الوزراء بيوجه خطابه لعمال المصانع: ربنا يوفقكم، مصر محتاجاكم، محتاجة لكل ايد بتشتغل وبتنتج معاها. زار الدكتور رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاستثمارية بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان برفقة المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وأشاد رئيس الوزراء خلال الجولة باستمرار العمل في كافة المصانع وفقا للضوابط وتحقيق معايير السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة التي تشهد جهود ومكافحة فيروس كورونا المستجد. وننتقل إلى التعليم. وزارة التعليم تعلن موضوعات الأبحاث المقررة على سنوات النقل والإعدادية. أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الخميس 9 إبريل 2020 لعرض موضوعات المشروعات البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية وشرح كيفية التعامل مع عناصر المشروع. وننتقل للعمالة اليومية الغير منتظمة. أعرف إزاي أصرف المنحة ال 500 جنيه؟ أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان بدء صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساندة من الدولة للعمالة الغير منتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو 1,400,000 مستحق، وذلك عن طريق وسائل أو أرقام الهاتف المحمول الخاص بكل منهم. ومعانا آخر خبر من الرئيس عبد الفتاح السيسي: الحكومة ملتزمة بمرتبات الموظفين، ويؤكد على القطاع الخاص عدم المساس بأجور العمال أو تصريحهم. نشكرك يا أسماء. وفي نهاية حلقتنا بنشكركم أعزائي المشاهدين، وبنتمنى أن نكون أخبارنا
افادتكم، وان شاء الله بنوعدكم على لقاء اخر باذن الله الاسبوع القادم. نشكركم، وكان معكم شيرين محمد، اسماء يوسف. حلقتنا أعزائي مشاهدي ميديا مصر، مستنيين آرائكم في البرنامج بتاعنا، ويا ريت أي حد عنده أي فقرة أو مواهب أو أي حاجة عاوز يعني يحطها في البرنامج معانا. أرقامنا قدامكم على الشاشة، ويا ريت نتلقى منكم كل الاتصالات، وإلى اللقاء. وكان معاكم حنين البقوي.